السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم جميعا يا رب العالمين، وتبقوا عايشين كده في احلى وقت، وتاكلوا لحمة وفتة، وتعيشوا حياتكم كده على اعلى مستوى ان شاء الله يا رب العالمين. الفيديو النهاردة ناس كتير او حد يعني معين منزلين اشاعات على اليوتيوب ان حمدي اتمسك في المطار وهو خارج بالفلوس. بصوا بقى، ان الفلوس اللي هو خدها احتجزوها منه باين في المطار واتاخد على ذمة القضية بتاعة البيتكوين والمش عارف ايه ومعرفش يحصل وفاء فلتت بالعيال وراحت تركيا، والراجل هو اللي شرب يا عيني وكلام كده كتير طبعا. وعايزه اقول لكم طبعا ده كل دي اشاعات مالها يعني ملهاش اي اساس من الصحه. حمدي ما اتمسكش ولا حاجه، وحمدي سافر مع وفاء وكبيره قوي ده، لو يعني هيضحي ويعمل يعني علشان ما يتقفش ان هو مقلب ومش عارف ايه، وان هم ممثلين المقلب، ممكن يكون كان خد طياره بعديها. ولكن هو سافر خلاص، هم بيعيدوا في تركيا، انتهينا خلاص. ولا اتمسك بفلوس ولا اي حاجة. اولا هو الفلوس المفروض ان هي في اخر الفيديو ان هي المفروض انها خدت الفلوس. وكمان خلينا كده يا جماعة منطقيين، يعني احنا عارفين ان حمدي ووفاء من ايام ما الدولة بدأت آه، تفرض بتاع دوت اسمها ايه، ضرايب يا ولاد على اليوتيوبر. هم سافروا وخدوا الفلوس كلها، محدش يدوس على فلوسنا، وخلاص مشوا وجم هنا دفعوا المفروض على كلامهم ان هي جت دفعت بعد ما سافرت، رجعت تاني هنا هوت هي والولد الصغير يونس، ودفعت الضرايب اللي المفروض كانت عليها، ده لو في ضرايب وخلاص. ولكن فلوسهم كلها موجودة في دبي، وموجودة في المفروض بيقولوا في دبي وتركيا، الله اعلم هم شايلينها فين. وكمان الفلوس اللي سحبتها وفاء من الخمس بنوك ولا الاربع بنوك، مش هي دي فلوس حمدي كلها؟ معلش في الكلمة، يعني 80,000 جنيه ديت استحالة دي تكون فلوس حمدي يا جماعة. يعني هو حمدي بيعمل كل ده وبسم الله ما شاء الله ملايين المشاهدات والعيشة والجمال ده كله، وفي الآخر جايين تقولوا لا أصل دول رصيده 80,000 جنيه؟ لا، استحالة، دي حاجة مش موجودة، حاجة مش مظبوطة. فلوسهم برا الموضوع وما فيه. لو حد سمع الفيديو القديم اللي انا كنت عاملاه، مش القديم بتاع امبارح، ان هو حمدي وفاء الولاد ممكن يكونوا ما مشوش في المدارس بتاعة تركيا، فخلاص احنا قررنا ان احنا نروح ونيجي على مصر. الولاد وقت الامتحانات يجوا يلموا المنهج في شهر شهرين ويرجعوا تاني تركيا، لان وفاء في الفيديو قالت ان هتشوفوا فيديوهات في الصيف ده جميلة جميلة جميلة، وانتظروا مفاجآت كتيرة. دي حاجة. الحاجة التانية ان حمدي وفاء اصلا مش مقيدين على ذمة قضية خالص. اللي موجودين في القضية بتاعة 8/6 كانت الحاج جابر ومحمود وسحر وحسن وغالبا محمد. ولكن هم لسه المفروض ان استاذ اشرف فرحات المحامي قال ان هم لسه في تحقيق لحمدي ووفاء، فهم الموضوع لسه هل هيتحدد لهم جلسة ولا لأ لسه. ولو حتى يا جماعة اتحدد لهم جلسة وخلاص ويلا وفي حضور، يقدروا يتحركوا ويروحوا ويطلعوا من مصر ويخشوا مصر لحين الفصل في الدعوة، لحين الفصل في القضية. وبعد كده لو طلع عليهم حكم ساعتها يحتجزوهم ويبقوا على قائمة الانتظار، اللي هم ما ينفعش ان هم يخرجوا، وما ينفعش ان هم يروحوا ولا يجوا ولا اي حاجة. ولكن حمدي ووفاء مش مقيدين على اي يعني حاجة خالص، لا، ولا ليهم قضية ولا ليهم اي حاجة. كل ما في الامر ان هم يعني راحوا هي يعني مأمنين نفسهم في بيتهم اللي في تركيا على اساس ان هم يعيشوا هناك. هي كانت الحاجة الوحشة بس اللي عملوها ان يعني وفاء تحسوا ان هي ما صدقت انها خرجت من مصر.
يعني حاسة ان وفاء يعني اللي جابرها تعليم عيالها بس، ولكن هي لو تطول تروح تقعد هناك على طول. هنيئا لك، ربنا يكتب لها الخير ويكتب لنا الخير يا رب العالمين. فإشاعة ان حمدي اتسجن او حمدي اتمسك في المطار والفلوس اتحجزت، الفلوس اتحجزت ازاي اذا كانت هي مع وفاء الفلوس؟ يعني على المفروض على حسب كلامهم في المقلب بتاع اليوتيوب اللي هم عملوه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون الحقيقة كده بانت قدامكم. ما تنسوش تعملوا لنا بقى لايك جميل وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. يلا سلام.